بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة مريم رجوي الرئيس المنتخبة للمقاومة الإيرانية. أيها الإخوة الحضور، أنا العميد الركن مثقال الطيش نعيمي من القيادة المشتركة للجيش الحر في سوريا. جئتكم من سوريا الجريحة التي مضى على جرحها أكثر من 2.5 سنين، وهي تتعرض لمختلف أنواع الجرائم، حيث القتل والتدمير والتهجير والاعتقالات جراء استخدام النظام المجرم في سوريا وحلفائه النظام الإيراني وحزب الله لمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيميائية. أيها الإخوة، جئتكم معزيا الشعب الإيراني المظلوم ممثلا بالمعارضة الإيرانية ورئيستها السيدة مريم رجوي بالضحايا الذين اغتالهم. ثقتهم بالحماية الدولية لهم، والتي عقد فيها اتفاق بينهم وبين القوات الأمريكية وثم تحول إلى الحكومة العراقية التي تعهدت بحمايتهم، ثم ثانيا عصابات النظام الإيراني المجرمة من قوات القدس بقيادة سليماني وقوة سوات العراقية وقوات من الفرقة الذهبية العراقية. وأعلمكم أيها الإخوة أن من قتل هؤلاء هو الذي قتل 200,000 شهيد في سوريا. من قتل هؤلاء هو الذي انتزع السيادة من الدولة اللبنانية. إنها غرفة عمليات مشتركة يشترك فيها قادة من النظام السوري المجرم ومن النظام الإيراني ومن حزب الله في لبنان. وهنا أحيي المضربين عن الطعام تضامنا مع إخوتهم المعتقلين عند المالكي في العراق، وأطالب الحكومات والعالم كله بالضغط على حكومة العراق للإفراج عن المعتقلين. أيها الإخوة، إن معظم جرائمهم التي يرتكبونها يلصقوها ويؤلفوا مسرحيات ويلصقوها للآخرين. في سوريا حاليا من استخدم النظام الكيميائي على مرأى العالم كله يلصقون التهمة لأحد الألوية في دمشق وهو لواء الإسلام. ألا يستوجب وقفة من دول العالم واتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة النظام السوري المجرم ومن يشترك معه بارتكاب هذه المجازر؟ فهل يكفي القرار بجمع الأسلحة الكيميائية وإتلافها؟ إن حدث ذلك، وهذا يعطي لكل دكتاتور أن يستخدم أسلحة كيميائية ويقتل الآلاف ثم يصدر قرار بجمع هذه الأسلحة وإتلافها. أليست هذه الضحايا التي سقطت من أطفال ونساء وشيوخ وهم نيام كافية لتحرك مشاعر العالم ويتخذ موقفا موحدا لمحاسبة هذا النظام على ما ارتكبه من مجازر
وإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية. أيها الإخوة، سمعت اليوم من وسائل الإعلام أن رئيس النظام الإيراني حسن روحاني شريك النظام السوري بالجرائم وبكل ما يتعرض له، وهذا مثبت بإعلانه أن وقوفه أمام وزير خارجية سوريا أن وقوفه وموقفه لن يتغير مع النظام السوري، بل أحد أعوانه قال أن سوريا هي المحافظة 35. الآن على وسائل الإعلام يعرض أنه سيساعد في تسهيل الحوار بين المعارضة والنظام. أي معارضة تقبل بحسن روحاني؟ أي معارضة تقبل أو أي معارضة تقبل بأحد أفراد النظام الإيراني المشترك مع النظام السوري بالحوار؟ نحن نرفض ذلك قطعا باتا، وأنا أتيت إلى هنا ومعي تفويض من 100 قائد ميداني على الأرض أننا نرفض أي تفاوض أو أي اجتماع يكون فيه طرف من النظام الإيراني. أيها الأخوة، نحن في سوريا سنواصل كفاحنا حتى يتحقق النصر ونحقق الحرية لشعبنا. وأحذر أن لا ينخدع العالم بابتسامة حسن روحاني، لأنه مجرم وما زال ينفذ الإعدامات في إيران ويزج بالمتطرفين إلى سوريا. ونحن لدينا إثباتات بعد أن تولى نفس الوتيرة، بل زادت وتيرة الدعم للنظام السوري والإمداد بالمقاتلين. والسلام عليكم.